مرحبا بكم تلاميذ سنة رابعة متوسط. سنقدم لكم اليوم درس في مادة العلوم، درس الحركة الإرادية والفعل الإرادي الحركي. تعريف الحركة الإرادية: الحركة الإرادية هي نشاط عصبي ناتج عن رغبة وإرادة من الشخص، تحدث بوعي وهي مكتسبة يكتسبها الإنسان بعد الولادة وتختلف من شخص لآخر. أمثلة: الكتابة، المشي، التقاط القلم، الركض، تناول الطعام، إلى آخره. الأعضاء المتدخلة في الفعل الإرادي: المسار العصبي. لحدوث أي حركة إرادية يجب أن تتدخل مجموعة من الأعضاء وتكون سليمة، وهي: المركز العصبي، مركز الإحساس، السطح الحركي، ساحة الحركة في قشرة المخ. هو منشأ ومولد الرسالة العصبية الحركية الإرادية، يقع في قشرة المخ. الناقل الحركي: الألياف العصبية الحركية تنقل الرسالة العصبية الحركية من المركز العصبي السطح الحركي إلى العضو المنفذ. تختلف مساراتها حسب مكان العضو المنفذ. أعضاء الرأس، الوجه، تمر الرسالة عبر أعصاب قحفية دماغية مباشرة إلى العضو المنفذ. أعضاء أسفل الرأس، الأطراف والجذع، تمر الرسالة عبر البصل السيسائية، ثم النخاع الحركي يلعب دور الناقل في هذه الحالة، ثم تخرج عبر الأعصاب الشوكية الحركة إلى العضو المنفذ. العضلات هي التي تتلقى الرسالة العصبية الحركية، تستجيب لها بالتقلص فتقوم بتنفيذ الحركة المطلوبة. مخطط مسار الرسالة العصبية الحركية لأعضاء أسفل الرأس: تبدأ الرسالة العصبية الحركية الحركة الإرادية بالقشرة الحركية للدماغ، تنقل عبر مسارات العصبية للأسفل عبر النخاع الشوكي، حيث يتم تحويلها بواسطة خلايا عصبية سفلية، ثم تنتقل الإشارة عبر الأعصاب الشوكية إلى العضلات المستهدفة في الجزء السفلي من الجسم لتنفيذ الحركة. ملخص هام: طبيعة الرسالة العصبية حركية، مركز توليد الرسالة السطح الحركي في قشرة المخ، دور النخاع الشوكي ناقل الرسالة العصبية الحركية وليس مركز العصبية في الحركة الإرادية. انتهى فيديو لنهار اليوم. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك وجرس الإشعارات ليصلكم كل جديد.